ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وخير دايما. معاكم جو من قناه كرشفو، حبيبي يا عم كوكو. حبيبي يا جو. حبيبي يا كوكو. النهارده مطعم من اختياري الى حد ما، مطعم لسه جديد وهو ما بيعملش غير 4 سندوتشات فقط لا غير، فانا بحب التخصص بصراحه. احكي لنا يا عم كوكو. النهارده معانا مطعم اسمه زيكو، موجود في ميدان سفير، بتاع كبده وسجق. بيعمل 4 سندوتشات، جبناهم نجربهم ونقول لكم راينا ايه. يا مسهل يا رب. وعايزين ايه يا باشا؟ عايزين 5000 لايك وشير الفيديو في كل مكان. واللي لسه ما اشتركش في القناه بعد اذنك اشتركوا على دور التنبيهات عشان يوصلك كل جديد، نجيب كل ما هو جديد ونرجع لكم على طول. وها قد حضرت المنيو كله. يا بحب انا الفيديوهات دي قوي. الويسكي الحلال ده المنيو كله جايبين من كل واحد 2. احنا مكلفين النهارده. ايه ده؟ ايه المساخيط دي؟ وده عيش. طيب المطعم اسمه زيكو. احب اقول لكم ان الكول سنتر بتاع المطعم ده او المطعم ده تبع سمايلز جريل. مظبوط. سمايلز جريل. فهو سمايلز جريل على ما اظن مقاطعه، بس زيكو صعب يبقى مقاطعه، بس عامه هو تبع سمايلز جريل. وجب التنويه. وهنظبط ايه ده؟ ايه شغل الاطفال ده؟ هو يا جماعه اصل هو ليه ده يبقى ب 40 50 جنيه؟ بصوا عامل زي كأنك ماسك. يلا ما بلاش نعرف نفسنا من قبليها. هنظبط الحاجه، واللي هيتابع معانا للاخر اكيد هنقول له جمله يكتبها ونرجع لكم على طول. ويلا بينا نبتدي. طبعا جبنا الحمد لله كل واحد واحد، وكويس ان عملنا كده لان السندوتش زي ما انتم شايفين حاجه ايه بس هو في الصور كان اكبر على فكره جدا. احب اقول لكم يعني انا شفت حد من البلوجرز الله يسامحه للاسف، واضح انه كان عامل اعلان لان كانت السندوتشات حجمها اكبر من كده شويتين حلوين. نبتدي باول حاجه زي ما انتم شايفين كده. ده سجق سجق اسكندراني. كان مكتوب اسمه سجق اسكندراني. سعره 40 جنيه لهذه اللقمه. يعني بصوا صابع 2. بس هو اكبر من بتاع الكبده والسجق التاني. السندوتشات بتاعته كانت اللي في الماظه. اللي في الماظه مش فاكرين اسمه. اللي فاكر اسمه بقى يكتب لنا تحت. اللي هو اللقمه بتاعته صغننه. يلا بينا ندوق. بسم الله. يلا. طيب النهيه لعشاق السجق هم اللي هيفهموني قوي. عارفين المشنكاح اللي كنا بنجيبه من عربيات الكبده والسجق؟ كان في سجق شرقي، سجق مدخن، سجق مفروم، مشنكاح. ده المشنكاح. فبسطني بصراحه لانه رجعني ذكريات كتيره قوي. بس هو ب 40 جنيه والله كنت بجيبه بجنيه قد ده مرتين او مره ونص، بلاش مرتين، كان بجنيه. فالسعر غالي ولكن الطعم برضه غالي. كوكو انا الصراحه هنا السجق طعمه حلو، حاسس بطعم اللحم انك بتاكل لحم مع تتبيله السجق اللي احنا بنحبها. بس انت ما كنتش معانا ساعه المشنكاح. لا كنت معاك بس مش مجمعه. لا ما هو ده المشنكاح. طيب كسعر هو الكواليتي حلوه بصراحه، بس السعر اوفر 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 اوفر. فهنعد سعر كميه كواليتي. 1 2 3 7.5. انا 7.5 علشان السعر. لا ما انا حطيت السعر ما انا حاطط السعر برضه. انت 9 ولا 9.5؟ اختار. 9. انا قلت 9. انت قلت 9. انا اللي قايل 7.5. تمام. انا 7.5 وكيلو 9. خش لنا يا باشا. تاني واحد معانا بقى ده الكبده. ده كبده اسكندراني ومحطوط عليها طحينه وفلفل، سعرها 30 جنيه. يلا بينا ندوق. استنى، هو باعت شطه وليمون عايز؟ لا ما احنا جايبين طحينه. الطحينه العلبه دي ب 10 جنيه. ايوه. ويسكي ويسكي بلدي زيكو ب 10 جنيه برضو. تعالى برضو ايه، جايبين كوبايه هنا اهو. نجهز الحاجه. خليكم معانا يا ولاد، ما تروحوش اي حته. اتفرجوا على المصيبه اللي انا بعملها. ايوه. بيو. اتفضل يا باشا. حبيبي يا جو. يلا ندوقها ولا مع الكبده؟ اختار. ندوقها. انا حاسس كده. يلا بينا. حرشه قوي. حرشه قوي قوي. جميله 100 100 ومزازه تحفه، ومش مشطشطه جامد للناس اللي ما بتحبش الشطه، فهتنبسط منها قوي. كميه حلوه على 10 جنيه. لا دي ممتازه. يلا بينا على الكبده. يلا. انا بالنسبه لي مش شايف ان الكبده دي بلدي، يعني طعم الكبده فيها ضعيف، مش قوي زي الكبده البلدي، مش حرشه. حطيت ليمون وكلت معاها شطه برضو ما كيفتنيش الصراحه. عاديه مش سيئه ومش حلوه. لقمه العيش وهميه عشان ما اتكلمناش عليها من الاول. يعني هي كلها ما خدتلهاش جرامين دقيق. فعلى كبده عاديه ب 30 جنيه. الحجم صغير جدا. لا هو بيتباع في العربيات في الشارع قريبه من كده. مش هقول لك نفس النظافه ولكن قريبه ب 5 جنيه وب 4 جنيه وب 6 جنيه وب 8 جنيه وب 10 جنيه.
نعد. يلا. 1 2 3. 4 من 10. انا 1 للقمة العيش، لان اي حاجة بعد كده عادية. نخش باخر حاجة في الحادق في المنيو بتاعه، وزي ما انتم شايفين كده دي لحسة كفتة مفرومة، تحس انها عجينة وعليها ليمون معصفر وفلفل اخضر ب 40 جنيه. يا جماعة الفلوس ما بقاش ليها قيمة للدرجة دي، ولا احنا اللي بقينا في زمن مختلف عنكم، ولا ما قولوا لنا بالله عليكم. يلا بينا ندوق الكفتة. يلا. سندوتش ليمون معصفر بعجينة بصل. هل عندك اي شك؟ اول ليمون العصفر مكانه غلط خالص. انت حسيت بحاجه غير ليمون معصفر؟ لا. عجينه بصل كده، عارف اللي هو معجون بصل. مفيش حتى طعم لحمه مفرومه او لا 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 ولا اي حاجه. اصل يا جماعه بصوا اهو، احنا لا نفتري على احد. معجون. ايه المعجون ده؟ العلم عند الله. وليمون معصفر وفلفل اخضر ب 40 جنيه، في الاثنين دول ب 80 جنيه. انا عايز فلوسي، هاتولي فلوسي. تعال اركن هنا يا حبيبي على جنب. 0. والمره الثانيه الله يسامح الفود بلوجرز اللي ما بتراعيش ربنا فينا احنا الاول، مش فيكم انتوا. يعني احنا بنلبس قبليكوا اهو، هم يفشوا اعلانات واحنا نلبس من وراه. لا طبعا بتاتا الكوكو. لا 0. ما خلاص 0. احنا هنشرب ميه ويسكي. دي كانت حلوه دي. لو عايزين تجيبوا منه حاجه هاتوا ويسكي حلال. حلوه قوي. وهمي ويتشرب لوحده بجد. يعني انا ممكن ادمنه، اللي هو بدل ما اشرب كوبايه القهوه الصبح اشرب كوبايه ويسكي حلال. هتفوقك. جميله جميله. واخر حاجه والحمد لله ان احنا جبنا منها واحد بس، زي ما انتم شايفين كده. ده سكالانس دبي. متشمم. انتوا شايفين مسخره طبعا، الوضع مسخره لان ده سعره 50 جنيه. ايه ده؟ احنا فين؟ والله العظيم احنا فين؟ وتتفرج على اللي كان عامل الاعلان وجامد وجميل وتحفه ومشبه. ايه ده؟ ايه ده؟ اتقوا ربنا بقى. يلا يا عم ندوق سكالانس دبي ده والله. طب تيجي نغمزه في الويسكي. والى هنا نكون جربنا زيكو اللي مش هكمل. انا مش مبسوط. شوكولاته كويسه بالكنافه متلحسه، شوكولاته متلحسه كنافه، لقمه العيش حلوه كالعاده، بس ب 50 جنيه. يعني السندوتش ده انت لو هتعمله في البيت لو كلفك 4 جنيه يبقى عملت مع نفسك 6 جنيه 8 جنيه من 50 جنيه 42 جنيه. هتعمله بغلى من كده؟ انا اعرف مش عارف. لا قول. ما طالما اعترضت يبقى عندك حاجه تانية، يبقى عندك راي اخر. قول الراي الاخر. كل حاجه غاليه. هتعمله بكام؟ قول. انا قلت هعمله ب 8 جنيه. لا مثلا 20 جنيه. يا مفتري يا مفتري اتق الله. ممكن اقل شويه. طيب تجربه يعني. هما 2 حلوين و2 وحشين. الاولى والخاتمه حلوين، الاثنين اللي في النص وحشين. حلوين بالنسبه لايه؟ السجق. بالنسبه لسعرهم وحشين جدا. بالنسبه لكسعر لا يا عم انا ما اكلش الكلام ده خالص بالاسعار دي. لا 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 ده الحجم كده. ايه التهريج ده؟ لا 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 انا مش مبسوط خالص النهارده. حضرتك؟ انا اول واخر واحد عجبني بغض النظر عن السعر، الاثنين اللي في النص خيشوا خالص. احنا قلنا لكم كل حاجه بالتفصيل، وكل واحد عارف ميزانيته وعارف هو عايز ايه من الدنيا. ولو وصلت معانا لغايه هنا ولا نقيم الاول؟ تعال نقيمه الاول. ماشي يلا. 1 2 3. 5 من 10. 1 للقمه العيش. خليها 2 عشان السجق عجبني ورجع لي ذكريات، عشان الواحد ما يبقاش مفتري. انا 2 وكيرو 5. واللي وصل معانا لغايه هذه اللحظه اثبت حضورك وقول فول. ما هو كان الواحد كان اكلة فول، حتى الفول غلي برضه. يلا اكتب فول يا معلم لو وصلت معانا لغايه هنا، وهتبقى حبيبنا وكفاءه. وعايزين ايه يا باشا؟ 5000 لايك شويه في كل مكان. واللي لسه ما اشتركش في القناه بعد اذنك اشتركوا على زر التنبيهات عشان اكيد هتستفيدوا، ونشوفكم على خير في فيديوهات جديده. وكان معكم جوكر شبوي وكيرو. سلام.